مش هروح المدرسة، هنقل المدرسة، يمكن دي حلول فانا صعبة هبدا شوية. اقول له طيب انا شايف ان انا مش محبذه فكره انك ما تروحش المدرسه، اصلا انا مستخسره انت طالب شاطر قوي، وبعدين عندك صحاب كتير بيحبوك. وإن لو رحتش المدرسة بكرة، بعد بكرة هتعمل إيه؟ الأسبوع الجاي هتعمل إيه؟ الهرب مش حل. الشهر الجاي هتعمل إيه؟ الهرب مش حل. الهروب مش حل يعني. فكره المشاركه في الحلول او ان احنا كتبنا الليسته هو نفسه هيبدا يهدى. بالظبط. فكره بالظبط. الامل ان بالظبط. انا عندي مخرج بعد ما كنت بالظبط. حاسس ان انا استك. وعارف يا منى، احنا اتكلمنا في حلقة قبل كده على الاستراتيجية بتاعت احكيها وسيطر عليها. فأنا لما بساعد ابني يحكي الحكاية مرة واثنين وثلاثة، وكل ما بيحكيها بيزود تفاصيل، وكل ما بيحكيها كل ما أنا بدعمه، كل ما بيحكيها بيلاقي حلول أكتر. وزي ما قلنا في حلقة الذاكرة والذكريات، دايما وابني بيسترجع الحكاية لازم أوصله لمرحلة الأمان، إن النهاردة إحنا مع بعض وفي أمان.